طبعا أصدقائي الطلاب، الصين تتفوق على العالم علميا واقتصاديا. تعد الحضارة الصينية من الحضارات العريقة التي نمت وازدهرت في وسط وشرقي آسيا لأهمية موقعها الجغرافي وتنوع أقاليمها ووفرة ثرواتها وطبيعة شعبها النشيط ونجاح ثورتها الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ. سنتعرف في هذا الدرس على عوامل قيم النهضة الصينية والتقدم العلمي والتقني فيها وعوامل نجاح ثورتها الشيوعية، موضحين تفوقها الصناعي على مستوى العالم وعلاقاتها مع العرب. تعال نشوف هون العاصمة مثل عندكم. العاصمة مين هي بالصين؟ في عندكم هون ما بلاقيها بيجن. عندكم المدن، عندكم أورو ميكي توربان لهاسا هامي. عندكم نهر السند بمر منا طوبانغ سيانغ هامي. بس عندكم هون نهر، في عندكم هون بعد يعني مكتوب عندكم في عندكم سور الصين العظيم باللون الأخضر. الصين حتى قيام الجمهورية عام 1912 تعد الحضارة الصينية من الحضارات الإنسانية العريقة في العالم، وقد اخترع الصينيون البوصلة والورق والبارود وصنعوا الخزف والمنسوجات الحريرية التي أعطت الطريق التجاري الهام وسط آسيا. على الطريق الحرير من أهم الطرق التجارة في العالم القديم، وكانت المحطة الأولى في مدينة شانغات شمالي الصين، مرورا بالعديد من المدن والواحات في آسيا الوسطى وإيران، وصولا إلى سواحل البحر المتوسط الشرقية في الغرب، حاملة البضائع والخزف الصيني والحرير. كان الجمل وسيلة النقل الرئيسية للقوافل التي كانت معرضة لعوامل الطقس المختلفة ولهجمات قطاع الطرق، ما كان يزيد من سعر البضائع. إذن ليش تعد الحضارة الصينية من الحضارات العريقة؟ بسبب وفرة ثرواتها وطبيعة شعبها النشيط، نجاح ثورتها الشيوعية، تنوع أقاليمها. طيب، عندما تعرضت الصين لغارات قبائل الهون المنغولية قامت بتشييد سور الصين الشهير لصد غاراتهم، لكن ذلك لم يمنع جنكيز خان من غزو الصين وحكمها في القرن الثالث عشر الميلادي، وأنهت أسرة مينغ الوطنية الحكم المغولي، واتسعت الإمبراطورية الصينية في عهد أسرة مينشو لتشمل كل من منشوريا ومنغوليا والتبت وتركستان. انتقال الصين من الحكم الوطني إلى الحكم الشيوعي. بدأت الصين تتراجع في بداية القرن التاسع عشر مع الغزو الأوروبي للبلاد، وشنت عليها إنجلترا حرب الأفيون عام 1839، وقد نما الشعور الوطني لديهم، فمهد ذلك لظهور حركة جمهورية ثورية قادها صن يات صن، إذ تمكن من تأسيس الجمهورية الأولى عام 1912. وشهدت البلاد بعد وفاته 1925 صراعا على السلطة بين شيان كاي شيك الذي تخلى عن مبادئ الثورة وأقام علاقات جيدة مع الغرب، وماو تسي تونغ زعيم الشيوعيين، ونتج عن هذا الصراع انقسام الصين إلى دولتين بعد الحرب العالمية الثانية: الصين الشعبية الاشتراكية بقيادة ماو تسي تونغ ويدعمها الاتحاد السوفيتي، وتحظى بنصرة الشعب لتأييد حقوق العمال والفلاحين. إذن لماذا تحظى بنصرة الشعب لتأييد حقوق العمال والفلاحين؟ الصين الوطنية بزعامة شيانغ كاي تشيك، وتدعمها الولايات المتحدة، وتعاني من العزلة الجماهيرية بسبب تأييدها القوى الإقطاعية. استطاع ماو تسي تونغ في تشرين الأول إعلان قيام جمهورية الصين الشعبية بعد أن تقدمت قواته نحو العاصمة بكين بيجين. أما شيان كاي شيك وأنصاره فقد لجأوا إلى جزيرة تايوان فوروموزا، حيث أسس هناك الصين الوطنية وعاصمتها تايبي. طيب، تعال نشوف هون شو كاتبين. حرب الأفيون هي الحرب التي شنتها إنجلترا على الصين، الأولى بالشراكة مع فرنسا من أجل فرض الحرية التجارة مع الصين والسماح بإدخال مادة الأفيون إليها الضارة بالصحة والاقتصاد. صن يات صن درس في الولايات المتحدة وزار عدة دول في العالم، وعاد لبلده حاملا أفكار ثورية من أجل إصلاح البلاد، ما جعل الشعب الصيني يثور حتى حصل على حريته. يعتبره الصينيون أبا الصين الحديثة والبطل القومي وخليفة كونفوشيوس. تعالوا نشوف النهضة الصينية الحديثة. شهدت الصين بعد قيام الجمهورية الشعبية فيها إصلاحات واسعة نقلت البلاد تدريجيا من النظام الإقطاعي إلى النظام الاشتراكي. في المجال الإداري تضمن دستور عام 1954 أن الشعب مصدر السلطات، وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، مع حرية الاعتقاد، ضمان حرية الاعتقاد. في المجال الاجتماعي تحسنت أحوال الفلاحين، فتم تخفيض ساعات العمل، زيادة أجور، حظيت المرأة باهتمام فمنحت حقوقها مساوية للرجل في التعليم والعمل والانتخابات والإدارة. مجال اقتصادي أعلنت الملكية العامة لوسائل الإنتاج، وأدارت الدولة المصانع وشركات النقل والمصارف والتجارة الداخلية والخارجية، وقامت بتطوير الصناعات، طبقت
الخطط الخمسية في الزراعة والصناعة، ما جعل الصين تحقق نموا في المجال الاقتصادي. إذا لماذا حققت الصين نموا في المجال الاقتصادي؟ لأنها طبقت الخطط الخمسية في الزراعة والصناعة، وذلك وفر ذلك فرص عمل كثيرة، ضمن لذلك للسكان حياة أفضل. وحيث تعد الزراعة العصب الرئيسي للاقتصاد يعمل بها حوالي 70% من السكان، فقد عمل الصين على تطوير الإنتاج الزراعي وأساليبه التقنية، كما أممت الدولة المصانع الكبرى ومكنها غناها بخامات الحديد والفحم الحجري وتوافر مصادر الطاقة والمعادن المختلفة من إقامة الأفران العالية للحديد والنحاس. فقامت صناعات ثقيلة بالإضافة إلى صناعة الإسمنت، أسمدة، وسائط النقل البرية والبحرية والجوية، في الصناعات الكهربائية والإلكترونية. نتيجة الأسعار المعتدلة لمنتجاتها فقد انتشرت في كل أنحاء العالم، يعني أرخص، طبعا البضاعة الصينية بتكون أرخص. في مجال التعليم، اهتمت الدولة بالتعليم لتحقيق نهضتها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، فطبقت إلزامية التعليم وشجعت التعليم المهني والفني لإعداد الاختصاصيين الفنيين. العلاقات العربية مع الصين، كانت العلاقات العربية الصينية منذ القدم ودية وسلمية، فقد وصلت سفن القوافل العربية للصين حاملة معها الزيت والمنسوجات القطنية، وتجلب منها مختلف البضائع الشرقية مثل الحرير والخزف إلى الموانئ والمدن العربية. واتصف التجار العرب بالأمانة وحسن التعامل مما حبب الصينيين بهم. لماذا الصينيين يحبون العرب؟ لأن التجار العرب اتصفوا بالأمانة وحسن التعامل. أسهمت التجارة العربية الصينية في تبادل المعرفة والثقافة خلال مئات السنين، واستمرت حتى الوقت الحاضر. تشهد العلاقات السورية الصينية تطورا ملموسا بمختلف الميادين الاقتصادية، السياسية، الثقافية، خلال تبادل الزيارات، بعثات والفنيين، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات والواردات بين البلدين. وتشرف الصين اليوم على تنفيذ مشاريع اقتصادية عديدة في سوريا كمشاريع الطاقة والكهرباء والنقل. في عنا أسئلة بدنا نحلها وراء الدرس. تم بناء سور الصين القرن الثالث قبل الميلاد لصد غارات مين؟ إذن لصد غارات المنغول. أنا بعرف المنغول بس هون ما بعرف شو هون مكتوب. يعد طريق الحرير أهم طرق التجارة العالمية ويربط بين الصين وآسيا الغربية بلاد على ما يأتي ارتفاع عدد المعلمين في الصين بسبب اهتمام الدولة بالتعليم وجعلته إلزاميا، وتشجيع العلم الفني، التعليم الفني والمهني. إذن على الارتفاع نسبة المتعلمين في الصين بسبب اهتمام الدولة بالتعليم وجعلته إلزاميا، وتشجيع التعليم الفني والمهني. النمو الاقتصادي في الصين بسبب إعلان الملكية العامة لوسائل الإنتاج وإدارة الدولة للمصانع وشركات النقل والمصارف، تطبيق الخطوط المعنية في الزراعة والصناعة. وضح سياسة الصين بعد قيام الجمهورية الشعبية. تطوير الصناعة، وضع خطط خمسية للصناعة، تأمين المصانع الكبرى، إقامة الأفران العالية للحديد والنحاس والأسعار المعتدلة. لماذا فرضت بريطانيا تجارة الأفيون على الصين في رأيك؟ من أجل فرض حرية التجارة مع الصين والسماح بإدخال مادة الأفيون إليها الضارة بالصحة العالمية والضارة بالاقتصاد. فسر دور المرأة في النهضة الصينية. حظيت المرأة باهتمام كبير، فمنحت حقوقا مساوية للرجال في التعليم والعمل والانتخاب والإدارة.